لو في يوم صحيت من النوم وقلت أنا خلاص عايز أبدأ مشروع الأونلاين لأني زهقت من الشغل الروتيني، بس أول ما فتحت اليوتيوب أو جوجل لقيت نفسك تايه ما بين مليون طريقة ومليون فكرة، ما بين بقى عندك دروب شيبينج وتسويق بالعمولة، أو حتى لو عايز تعمل براند شخصي ومنتجات رقمية. ساعتها بس ما بقتش عارف تفكر، وعقلك وقف وقالك أنا ما بقتش عارف هبدأ منين. أنا محمد نادي، وعامل الفيديو ده ليك لأنك بعد ما تخلصه إن شاء الله هتكون عارف بالظبط تعمل إيه خطوة بخطوة، وكمان هتكون عارف تبدأ منين، وكمان إن شاء الله هتاخد خطة عملية هتمشي عليها من أول يوم لحد ما تبدأ تجيب أول جنيه من مشروعك الأونلاين. فجهز بقى ورقة وقلم، لأن ده مش هيكون فيديو تحفيزي، ده إن شاء الله هيكون فيديو لخطة تنفيذ خطوة بخطوة. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وكومنت على الفيديو لما تستفيد منه إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح للجزء الأول، وهو الفكرة والمجال. أول حاجة لازم تفهمها هو إن مشروعك الأونلاين مش لازم يكون اختراع جديد، ولا حتى لازم يكون محتاج تمويل ضخم زي ما كل الناس متخيلة أو كل الناس فاكرة إن هي لازم يبقى معاها مبلغ كبير عشان تبدأ. أهم حاجة بس لازم تبقى عارفها إن مشروعك في البداية محتاج وضوح. يعني إيه محتاج وضوح؟ يعني لازم تبقى واضح مع نفسك وعارف أنت عايز تبيع إيه بالظبط، وهتبيعه لمين، وليه هيشتروا منك أنت بالذات وما يروحوش يشتروا من المنافس بتاعك. طيب إيه هي بقى المجالات اللي أنا ممكن أبدأ فيها؟ عندنا مثلا المشاريع الأونلاين كلها بتقع تحت 3 أنواع رئيسيين. أول نوع منهم وهو إنك تبيع منتج مادي زي مثلا الدروب شيبينج أو الإي كوميرس، وتاني نوع وهو إنك تبيع خدمة زي مثلا التصميم أو كتابة المحتوى أو التسويق، وتالت نوع وهو إنك تبيع منتج رقمي أو حتى تبيع معرفة زي مثلا كورس أو كتاب أو حتى قناة على اليوتيوب. فهتبدأ إن شاء الله تختار الأول أي مجال لمشروعك من التلاتة دول، ولو لسه مش عارف تختار هتسأل نفسك 3 أسئلة هتعرف بعضهم انت ممكن تبدأ في انهي مجال منهم. وال3 أسئلة دول هما: ايه هي الحاجة اللي انا عندي فيها خبرة او مهارة واقدر ابدأ فيها؟ وتاني سؤال: ايه هي الحاجة اللي الناس مستعدة ان هي تدفع لي فيها فلوس؟ والسؤال التالت: ايه هي المجالات اللي انا ممكن استمر فيها لسنين بدون ما ازهق او امل منها؟ وبمجرد ما هتجاوب على الأسئلة دي هتبدأ الصورة واحدة واحدة توضح عندك، وهتبدأ تعرف انت عايز تبدأ في ايه بالظبط. طيب تعالوا بقى نروح للجزء التاني وهو دراسة السوق والمنافسين. قبل ما تتحرك خطوة واحدة لازم الأول تعرف السوق شكله إيه، ولازم كمان تدرس السوق كويس جدا جدا وتدرس منافسينك كويس جدا جدا. طيب يعني إيه بقى أدرس السوق كويس جدا جدا؟ يعني أنت مثلا هتبدأ إنك تشوف الناس اللي بتقدم نفس الحاجة بتاعتك اللي أنت هتقدمها، وهتعرف هما بيبيعوا إيه وبيبيعوه إزاي وبيبيعوه بكام. وكمان هتبدأ تشوف الناس بتشتكي من إيه في المنتج ده. المعلومات دي لو أنت عرفت تستغلها صح هتسبق المنافسين بتوعك لخطوات كتير جدا جدا في السوق. يعني انت مثلا لو لقيت الناس بتشتكي من البراند الفلاني، مش هنقول اسماء، وهيكون مثلا مشكلته ان هو بطيء في التوصيل او التغليف بتاعه وحش جدا جدا والناس مستاءة منهم، فانت ساعتها هيبقى عندك نقطة ضعف للمنافس تقدر تستغلها وممكن تبني عليها ميزتك التنافسية. مش لازم الميزة التنافسية عندك تبقى في السعر، ممكن تبقى في حاجات كتير بس انت شغل دماغك. طيب تعالوا بقى نروح للجزء الثالث وهو تحديد العميل المثالي. أكبر غلطة الناس بتقع فيها هي إن هي بتبدأ المشروع وهي مش عارفة هي بتكلم مين. يعني مثلا ما تبقاش عارف مين العميل اللي المفروض أصلا هيشتري منك، هل هو مثلا شاب ولا بنت، وسنهم كمان لازم تبقى عارف كام، وبيشتغلوا ايه، وهم اصلا بيدوروا على ايه عشان يوصلوا للمنتج بتاعك او ياخدوا الخدمة بتاعتك. وده لانك كل ما تكون محدد اكتر كل ما التسويق بتاعك هيبقى مركز اكتر، وكمان كل جنيه هتصرفه في الاعلانات او في المحتوى هيجيب لك نتيجة بإذن الله، ما بتبقى مش هتبقى بتصرف على الفاضي. لازم تبقى عارف انت مش بتتكلم مع الدنيا كلها، انت بتكلم واحد بس. واحد أول ما يشوف إعلانك هيقول ده أكيد بيتكلم عني وبيحكي مشكلتي، فهيبدأ يشتري لأن انت اللي انت بتقدمه له بيحس انك حاسس بيه وبتحل له مشكلته اللي هي موجودة عنده وهو مش عارف يحلها. طيب تعالوا بقى نروح للجزء الرابع عندنا وهو بناء البراند والخطة التسويقية.
دلوقتي احنا عارفين ايه هو المجال، وعرفنا مين اللي بينافسنا كمان في السوق، وكمان عرفنا مين هو العميل بتاعنا اللي احنا هنتعامل معاه. دلوقتي بقى بيجي الدور على البراند بتاعك اللي انت بتبنيه. لازم تبقى عارف ان البراند ده مش بيكون مجرد لوجو واسم كده وخلاص. البراند لو عايز تعرفه في كلمة واحدة هتقول ان هو الانطباع. الانطباع اللي الناس بتاخده عنك لما يشوفوا محتواك او المنتج اللي انت بتقدمه، هو ده البراند بتاعك. ولازم كمان تبدأ بسيط، يعني ابدأ مثلا باسم سهل للحفظ، ما تبدأش بأسماء صعبة الناس ما تعرفش تنطقها. وكمان لازم يكون ليك ألوان ثابتة وأسلوب كلام مميز، ولازم كمان يكون ليك وجود واضح على السوشيال ميديا. وبعدها هتبدأ بخطة تسويق متدرجة. أول مرحلة فيه هي مرحلة الأويرنس أو الوعي، وهي إن الناس تعرفك أصلا. وتاني مرحلة وهي مرحلة التفاعل أو الانجيجمنت، يعني الناس هتبدأ تثق فيك. وتالت مرحلة عندنا وهي مرحلة التحويل أو الكونفرجن، ودي اللي بتبدأ الناس تشتري منك فيها. وأكتر غلطة الناس بتعملها هي إنهم بيكونوا عايزين الناس تشتري منهم من أول بوست ليهم بينزلوه، وده طبعا ما بيحصلش، لأنك لازم الأول تبني علاقة مع العميل بتاعك. وده بيكون من خلال إنك بتخلي المحتوى بتاعك بيجاوب على مشاكلهم، مش بس بيبيع لهم وخلاص. طيب تعالوا بقى نروح للجزء الخامس عندنا، وهو المنصات والأدوات. الموضوع دلوقتي بقى كله أدوات لازم تستخدمها عشان تعرف تنجح وتسهل عليك الشغل بتاعك. طيب تعالوا بقى أقول لك الأدوات والمنصات اللي أنت هتحتاجها عشان تسهل عليك الشغل. لو أنت مثلا بتبيع منتجات مادية، يعني مثلا زي ملابس أو أدوات منزلية أو لعب أطفال، هتستخدم عندك الشوبيفاي أو الورد بريس أو التيك توك شوب. ولو انت بتبيع مثلا خدمات زي مثلا التصميم او المونتاج او حتى اداره السوشيال ميديا، لازم تكون مركز على ان يكون وجودك قوي على لينكد ان واب وورك وبيهانس. اما بقى لو هدفك انك تبني براند شخصي، يبقى لازم تركز على اليوتيوب والانستجرام والتيك توك. ابدأ بمنصة واحدة بس حتى في البداية، خليك ملك فيها الأول وبعدين ابدأ اتوسع على باقي المنصات. لو تعرف تشتغل على كل المنصات في وقت واحد ووقتك يسمح، اعمل كده. طيب تعالوا بقى نروح للجزء السادس عندنا، وهو خطة التنفيذ الشهرية. عندنا بقى أول 3 شهور دول هم أهم حاجة في حياتك في الأونلاين. طيب تعالوا بقى نقسمهم مع بعض ونشوف هنعمل إيه في كل شهر فيهم كده عشان نعرف نبدأ بداية صح. عندنا مثلا في الشهر الأول هنبدأ التحضير. أول حاجة لازم تحدد المجال والمنتج اللي أنت هتشتغل فيه، وبعدين هتبدأ تعمل بحث في السوق عن المنافسين والمنتجات اللي بيقدموها للعملاء. وبعدين هتبدأ تختار اسم للبراند وتعمل حسابات على السوشيال ميديا. واخر حاجة بقى عندنا في الشهر الاول انك هتبدأ تجهز 10 بوستات او فيديوهات بس تكون قيمة جدا جدا، لكن طبعا هتكون عبارة عن محتوى مجاني، مفيش اي محتويات مدفوعة، هنبدأ بمحتوى مجاني. طيب وفي الشهر التاني هيكون ده شهر الانطلاق او الاطلاق. هي اول حاجة انك تعمل لانش بسيط، وكلمة لانش هنا معناها اطلاق المشروع او المنتج او الخدمة لاول مرة للناس. بس لما بنقول كلمة لانش بسيط، فاحنا هنا بنقصد انك ما تبدأش بحملة ضخمة او اعلانات غالية في البداية، لكن بس هتبدأ بطريقة ذكية وسهلة تخلي الناس تعرف وتفهم انك بدأت المشروع بتاعك. وبعدين هتبدأ تشارك قصتك وتعرفهم انت ليه بدأت. وبعدين هتبدأ تستخدم محتوى قوي يكون بيخاطب مشاكل جمهورك وتعرف ازاي تحلها لهم. واخر حاجة هي انك بتراقب التفاعل وبتتعلم منه وتعرف هتحل مشاكل الناس ازاي من خلال التفاعل اللي بيتفاعلوه معاك. طيب تعالوا بقى نروح للشهر الثالث، وهو شهر التطوير. أول حاجة هتبدأ تحلل النتائج، وبعدين هتبدأ تطور المنتج أو الخدمة حسب الفيدباك اللي هيجيلك من العملاء. وبعدين هتبدأ تختبر إعلانات صغيرة بس هتكون بميزانيات بسيطة مش ميزانيات كبيرة، هتبدأ واحدة واحدة في البداية. وآخر حاجة إنك هتبني قائمة عملاء أو جمهور بالإيميل أو الجروب اللي أنت هتعمله من خلال الفيسبوك. وبكده هيبقى عندك خطة ل3 شهور، بعدها إن شاء الله هتشوف نتيجة مرضية ليك إن شاء الله، وهتحقق أرباح كويسة جدا جدا. طيب تعالوا بقى نروح لآخر جزء، وهو الجزء السابع، وهو العقلية أو المايند سيت. لازم تبقى عارف إن الموضوع مش بيحصل في شهر ولا حتى في شهرين، بس اللي بيفرق بقى بين اللي ناجح واللي هو واقف ما بيتحركش من مكانه هي الاستمرارية. مفيش حاجة اسمها خطة هتنجح لو وقفت بعد أسبوعين أو حتى وقفت بعد الشهرين، لأن أنت مش بتبدأ بس مشروع أونلاين، أنت بتبدأ رحلة
من التعلم والتجارب والتطوير المستمر. فالاستمرارية هي أهم حاجة في الموضوع، وهي اللي هتخلي الناس تعرفك، وهي اللي هتخلي المشروع بتاعك يبدأ يجيب أرباح. وكل خطوة هتاخدها حتى لو كانت صغيرة هي استثمار في نفسك، وهيعود ثمارها إن شاء الله عليك مع الوقت، بس أنت تستمر. ولو وصلت بقى لحد هنا معانا فده معناه إنك ناوي فعلا تبدأ. وعشان كده عايزك بقى تكتب لي تحت في الكومنتات: أنا إن شاء الله هبدأ مشروعي من النهاردة. واكتب لي كمان إنك عايز تبدأ في أنهي مجال بالظبط، عشان أعمل لك فيديو تاني أشرح لك فيه خطة تفصيلية لكل نوع مشروع أنت عايز تبدأ فيه. ما تنساش بقى في النهاية اللايك الجميل بتاعك، وما تنساش كمان تشترك في القناة عشان اللي جاي هيكون أقوى بكتير، وتتعلموا إن شاء الله من الدروس اللي جاية. أشوفكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.